ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والشياكة؟ طبعا العربية دي كوبا كوبيه. مش عايز اقول لكم كمية يعني الاوبشنز اللي في العربية وكمية التفاصيل. بص يا باشا، ادي بادج الاس لاين، وادي الجنط الجميل، والكاليبرز هي نازله كده طبعا حمراء، مش عاملين اي حاجه. اللون اللي محدش فاهم له ايه اللون الشيك قوي ده، الشمس بتضرب فيه بيدي حاجه وهو من غير شمس في بدون شمس يعني بيدي حاجه تانية عربيه طبعا رهيبه. العربيه دي طبعا بصوا الاجزاء اللي نازله هنا مثلا، يعني السبويلر ده بالبيانو بلاك، وهتلاقوا هنا دي برضو اهي بالبيانو بلاك. دي مفروض موجوده او الجزء ده علشان يحمي العتب بتاع العربيه، انما الجزء ده لو راح في اي حته او راح اتكسر ولا بتاع بيجي غيره عادي خلاص. ودي برضو الديفيوزر الخلفي اهو برضو بالبيانو بلاك مع الاتنين اكزوست خلاص. دي الكت دي كلها التابعه للسبورت باك، السبورت باكج خلاص. الشنطه بتاعت العربيه مساحتها حلوه والله، شنطه العربيه. بصوا يا جماعه البطاريه عامله ازاي، فيها المنفاخ اهو وحاجتها كلها. طبعا العربيه دي بتنزل من غير ستبن عشان دي رام فلات، الكاوتش بتاعها رام فلات، بس الكراسي من ورا شكلها احلى من قدام. وبعدين الزاويه نفسها، بصوا الزاويه بتاعت فتحه الشنطه يعني عشان هتحط حاجه كبيره ولا حاجه تاخد مفيهاش مشكله. وده بيتفك، ده بيتفك خد يا باشا عشان تعلي براحتك. احلى قفله شنطه في الكوكب. الكاوتش ده هو نفس الكاوتش اللي بينزل في العربيات الفراري من بيريلي، عشان بس تبقوا واخدين بالكم. العربيه دي عربيه تعتبر سوبر كار. هنفتح دلوقتي برضو الموتور وهقول لكم على تفاصيل الموتور، وهنشوف الصالون وكل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. بس انا عايز اعرف ايه رأيكم في الشياكة والحلاوة دي. ايه يا جماعة ده؟ طيب تعالوا بقى ايه نفتح الكبوت. ادي يا سيدي الكبوت، الموتور اللي موجود تحت الكبوت. خلي بالكم العربية دي بتنزل مايلد هايبريد، يعني فيها بطارية علشان استهلاك الوقود. الموتور ده على فكرة 2000 سي سي، الموتور ده 2000 سي سي بيطلع 245 حصان و180 كيلو وات خلاص. تعمل العربية على الديناميك درايف، يعني تشتغل سبورت. وخد بقى يا باشا ايه عندك، بتخش بقى في ارقام، بتحط بقى ال 180 كيلو وات على ال 245 حصان وطير. استهلاك الوقود للعربية دي 6.3 لتر لكل 100 كيلو. واخدين بالكم الاستهلاك استهلاك قليل جدا. طبعا العربية دي بتاخد بنزين سوبر 95. تعالوا بقى كده ايه بص، يعني ادينا اهو بصينا بصة كلوز قوي اهو. تعالوا بقى نخش الصالون بقى بفرجكم على الصالون عامل ازاي، حاجة برضو خيال. قفلنا الكبوت. تعالوا بقى ايه عايز اسمعكم اولا طبعا بصمة خلاص. عايز اسمعكم بس بص قفلة الباب، سامعين؟
بص يا معلم بقى يا معلم، انا عايزكم تشوفوا التفاصيل، يعني اهم حاجة التفاصيل. ايه الكرسي ده؟ طبعا الكرسي ده بتاع الاس لاين، واضح طبعا. هي العربية مش معني ولا عشان شكل الفتيس بس بيقول ان هو معني، لكن العربية لا، اوتوماتيك وفيها شيفت بادلز في الطارة، وطبعا الطارة برضو فيها اللوجو بتاع الاس لاين. خلاص. الجلد بالالكانتارا، يعني ده جلد الكانتارا. وطبعا فيها كنبة ورا اهي، بنشدها من هنا اهي، بعدين ترجع تاني. نتكلم بقى عن السيفتي، تعالوا نقعد جوه نتكلم عن السيفتي. تعالوا ندور بقى، نستارت انجن هنا اهو. ماشي. ادي الفتيس، ادي الفتيس. خلاص. طبعا هنا دي لما تيجي تقلب العربية على السبورت او الديناميك، وبص حتى الفتيس هتلاقي محطوط عليه الاس لاين، واخد بالك. بص بقى يا سيدي، دي فتحات التكييف، وهتلاقي فيها يعني بص ده التكييف اهو، واخد بالك. وهنا المروحة، وتدوس على الزرار يشتغل. ممكن نقفل بقى كده وايه، واخد بالك. وبعدين بقى الكرسي نفسه، يعني الكرسي اهو، لو انت عايز تسقع او تسخن الكرسي هنا اهو كده، واضح. غير طبعا الطارة المالتي فانكشن. خلاص. طبعا العربية فيها سيستم اير باجز رهيب، وفيها ساوند سيستم رهيب اهو، بيكون باين معاكم. طبعا المراية دي تعتيم، يعني اي نور بتضرب فيها بتعكس على طول النور. و برضو المرايات دي فيها بلايند سبوت، المرايات دي فيها بلايند سبوت الاتنين. وطبعا ضم كهرباء وكل الحركات والشقلباظات اللي انتوا اللي نفسكوا فيها. عربية شيك بصراحة، شيك جدا. طبعا فيها فرامل يد كهربائية عشان برضو الناس تبقى شايفة. هنا الدرايف سيلكت، لو عايز تختار بقى العربية هتسوقها بأني مود. وطبعا فيها اوتو ستارت اند ستوب انجن والتراكشن اوف، وفيها الباركنج اسيست. العربية بقى سيفتي وايز حدث ولا حرج.